عايز تقول لي بقى انت جامد قوي، خد كاس افريقيا. هو ده اللي نتكلم فيه. طيب ولو انت ما خدتش كاس افريقيا احنا لسه كابتن، ولو انت ما خدتش كاس افريقيا قبل ما تيجي من هناك قدم استقالتك. انا مش معاك بس كسبنا. الحكايه بقت اللي تغلبه العبه، هنضيق المساحات ونلعب على المرتدات ونرجع وروح الجوهري في 98 وطريقه كوبر في 2017 ويلا بينا اديها لصلاح. يا صباح الفل، مساء الخير والسعاده على الناس الحلوه بزياده. انا محمد حرف وده برنامج شاكس ويلا بينا نحكيها صح. منتخب مصر مع حسام حسن لا تبحث عن المتعه، احنا خلاص فهمنا الدرس والاعلام هاجمنا، القصه بقت النتائج وهنضيق المساحات ونلعب على المرتدات ونجيب الناس اللي بتسمع كلام. مصر بتفوز على نيجيريا 2-1 بدون ولا تسديده ولا استحواذ ولا خطه او شكل تكتيك، بس فزنا عشان المثل بيقول لك اللي يغلب والعبه. حسام حسن مش بيراهن على التكتيك والخطه والكلام الجديد اللي احنا مالناش فيه ده. مصر مع حسام حسن هتلعب بخطه شد حيلك يا بلد عشان شدي حيلك يا بلد ومدد شدي حيلك يا بلد. نشوف كل لعيب مشكلته ايه ونحلها له ونخرج منه احسن ما عنده من خلال الدعم النفسي، مش من خلال الخطه ولا التوظيف الجيد واستخدام العناصر المناسبه في مراكزهم اللي احنا متعودين نشوفهم فيها مع فرقهم. ازاي الكلام ده؟ ده اللي انا هحكيه لك دلوقتي. زي ما شفت ماتش نيجيريا، احنا كسبنا نيجيريا بان احنا ضيقنا المساحات ولعبنا على المرتدات من غير ولا تسديده واحده ولا جمله ممكن تشوفها في الملعب. كره تيجي من هاني يديها لزيزو، زيزو يعرضها، صابر يجيب جول، برافو. لكن شكل المنتخب حسام فهم القصه وقال لك انا حضر روح الكابتن محمود الجوهري 98 ما كانش عندنا فرص، بس لما اللعيبه قعدت مع بعضها واشتغلنا نفسيا مع اللعيبه قدرنا ان احنا نكسب البطوله، وده هيكون شد حيلك يا بلد. ومع كوبر برضه فهم القصه، قال لك الناس دي عايزه النتائج، لكن انا بالنسبه لي عشان اديهم اداء وما اديهمش نتائج هبقى مدرب ما عدتش على مصر وما شفتش منتخب مصر. فعشان تطول مع المصريين لازم يكسبوا عشان هم بيحبوا المكسب. واصدمك واقول لك ده صحيح، المصريين بيحبوا المكسب. ازاي؟ مش مهم، اهم حاجه نكسب. يعني الخطه مع المنتخب دلوقتي هتكون هنضيق المساحات وهنلعب على المرتدات وهنستغل كل المشاكل اللي موجوده عند اللعيبه في ان احنا نطلع منهم نسخه نفسيه انفجاريه تدمر ارض الملعب، تاكل الاخضر واليابس. امام عاشور عنده مشاكل في عقده مع النادي الاهلي عشان عقده بسيط وعايز يتساوى بزيزو. هجيبه النهارده واتكلم معاه نفسيا واقول له انت عندك الفرصه تخلي النادي الاهلي يا يخرجك يا يعدل لك عقدك. محمد صلاح عنده مشكله كبيره مع نادي ليفربول وجاله النهارده الفرصه ان هو يرجع نسخه محمد صلاح الحقيقيه ويحرج ارن سلوت قدام اداره وجماهير ليفربول. عندك حسام عبد المجيد عايز يحترف، جات لك الفرصه، اقعد العب في الملعب راجل وشد حيلك وطلع احسن ما عندك عشان يجي لك عقد. عندك الشناوي النهارده مهزوز والضغط عليه شديد وشوبير لازم هو اللي يلعب اساسي وانت لازم تقعد بقى، انت كبرت يا شناوي واخطاء الشناوي كارثيه، فهنطلع من الشناوي احسن نسخه برضه نفسيا، مش هقول لك خططيا. النهارده عمر مرموش قاعد على دكه مانشستر سيتي ولازم يبين لجوارديولا ان انا كنت صفقه ناجحه وان انت مقصر معايا وان انا لابد ان يعتمد عليا وعايز يرجع مستواه. فهتشوف النهارده مرموش بيظهر بالنسخه ده على تفكير حسام حسن، ان هتلاقي النهارده مرموش بياكل النجيله وبيقدم اداء اسطوري عشان يرجع يا يلعب اساسي في مانشستر سيتي يا اما يجيله عقد من فريق تاني يقدر يطلع امكانياته ويظهر قدراته ويكون في نفس الوقت قريب من الراتب اللي بياخده في مانشستر سيتي. مصطفى محمد في ناس بتبص عليه وعايز يغير الفرقه اللي هو فيها لان هو طول في ان هو ياخد الخطوه الجديده، يروح بقى دوري انجليزي، يروح دوري تاني، يروح دوري اسباني. فكل لعيب في المنتخب النهارده حابب ان هو يا يحل مشاكله الماديه يا يحل مشاكله مع ناديه يا يغير المكان اللي هو فيه. فحسام حسن هيشتغل على الجزء النفسي عند كل لاعب عشان يحقق المجد الشخصي لكل لاعب. لكن هل دي الخطه اللي هتقدر تنجح مصر وتوصلها على التارجت اللي هم حاطينه لدور الاربعه؟ وممكن اللعيبه دي فعلا بالدعم النفسي وبالشغل النفسي اللي حسام بيراهن عليه ان احنا نرجع القصه بتاعت 98 ونشتغل بطريقه كوبر في 2017 في ان احنا نضيق المساحات ونلعب على المرتدات تجيب نتيجه، خصوصا ان انت هتنافس فرق في بطوله الامم الافريقيه عندها عدد محترفين كبير جدا وبيلعبوا في اقوى الانديه على مستوى العالم. زي ما احنا بنشوف في اوروبا عامه وفي الخمس دورات الكبرى اغلب اللعيبه المميزين افارقه بشكل كبير، ودول هيمثلوا انديتهم في بطوله الامم اللي هتقام في المغرب. ومصر هتكون في منافسه الى حد ما في مجموعتها في الدور الاول في شيء من السهوله في المجموعه. فهل الدعم النفسي والشغل النفسي هيوصل حسام
في اول مرحله. طب المرحله الثانيه بتاعت دور ال 16 الدعم النفسي هيقدر يفيده؟ طب وفي دور الاربعه الدعم النفسي من غير خطه ومن غير تكتيك ومن غير ان انت النهارده توظف اللعيبه التوظيف المناسب في المراكز المناسبه، هيؤدي ان حسام يقدر ان هو يوصل في البطوله لابعد مكان ممكن؟ وهل ممكن ان هو فعلا يفوز بالبطوله؟ وشد حيلك يا بلد ويلا بينا اديها لصلاح. ودي كانت حلقتنا النهارده، ويا رب نكون حكيناها صح. لو عجبتك الحلقه اشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، ونشوفكم دايما ومستمرين معاكم في الحلقات ان شاء الله عشان نقيم اداء المنتخب ونشوف النتائج، ويا رب حسام يفاجئنا بحاجه ويحرجنا كلنا. السلام عليكم.